على حاجة بتضايق الأجانب قوي لما بيجوا بلدنا، وخصوصا لما بقابلهم هنا وبقول لهم ايه اللي بيعجبكم في مصر. أكتر حاجة بيقولوها في حاجات ما بتعجبناش، ودي لازم الوزارات والهيئات تاخد بالها منها، لأن دي هتقلل السياحة في بلدنا، لأنهم بيتضايقوا بجد. من ضمن الحاجات اللي بتضايقهم الناس اللي بتبيع حاجات بالعافيه، يعني يقعد يقول له خد 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 خد، او دي بكذا دي بكذا، او اللي بيشحتوا. فمن فضلكم لو سمحتوا الوزارات والهيئات لازم تعمل كنترول يا جماعه على الاماكن السياحيه، ما يكونش فيها الناس تتضايق، لان انا لما باجي بلد وبتضايق فيها مش هاجي تاني. احنا نفسنا بنتضايق لما بننزل، فما بالكم بالاجانب. فمن فضلكم الناس القائمين على الوزارات والهيئات السياحيه يعملوا كنترول، يمشوا الناس اللي بتسوق سمعه البلد. يا جماعه ما ينفعش كده وما يصحش كده. بلدنا حلوه وجميله وفيها مميزات مش موجوده في اي حته، والسايح عايز هدوء وعايز راحه ومش عايز حد يضايقه، عايز يقعد براحته، والا هيروح بلد تانية. صباحكم فل. رشا أمين.